السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد في قناتي مطبخ علياء. اليوم ان شاء الله غنحضروا المقروط بواحد الطريقه اللي سهله جدا، ناجح مليون في المئه. حتى لو كنتي مبتدئه اكيد ان وصفات اليوم غتنال الاعجاب ديالك وغتنجح معاك من اول مره. غنحضروه بواحد الطريقه سحريه سريعه، كيجي مهرمش وهشيش بزاف، وغنديروا له واحد التزيين فقط بواحد الشبكه اللي غناخذوها من المطبخ ديالنا. كيجي رائع جدا البنات، ما غتحتاجوش فيه لا طابع وما غنقليوش في الزيت، غنديروه فقط في الفرن كيجي من ألذ ما يكون. هذه هي الوصفه ديالنا لنهار اليوم، ويلا معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. وعلى بركه الله كنبداو الطريقه. طبعا شنو غنحتاجو في هذه الوصفه؟ زوج ديال الزلايف او دو بول ديال السميده الرقيقه، نحتاجو ربع زلافه ديال لافارين، واحد الكاس ديال 150 ملي ديال الزبده الدائبه، كاس ديال الزيت النباتي 150 ملي، زوج ساشيات تاع لافاني، وملعقه صغيره من الملح. هادو هما المكونات البنات. اول حاجه كتبداو تضيفوا طبعا السميده ديالكم وكتبسسوها طبعا بهذاك الزيت والزبده الدائبه والملعقه الصغيره من الملح وزوج ساشيات تاع لافاني، وكنبسسو طبعا السميد ديالنا بهذا الشكل. وبعد ذلك كتضيف واحد الملعقه من العسل طبعا لانه كيعطي واحد اللون ذهبي للمقروطه ديالكم، وكنضيفوا واحد نصف كاس ديال ما زهر كما كتشوفوا، وغتبداو تلموا او تجمعوا العجين ديالكم بالماء فقط حتى تحصلوا عليه طبعا بواحد القوام اللي متماسك. طبعا ما تعجنوش بزاف البنات، ولكن غير لموه بهذا الشكل كما كتشوفوا موضح في الفيديو. انا غنبقى نجمعه طبعا، وكتضيفوا الماء شيئا فشيئا، ولكن البنات بالنسبه للمقروط ديالكم ما تضيفوش الماء بزاف، فقط تحصلوا عليه يكون بهذا القوام. وغتخليوها جانبا وغنمروا في تحضير عجينه التمر طبعا اللي غنزيدوا لها واحد الاضافات اللي غتضيف عليها واحد النكهه طيبه. هنا كما كتشوفوا غناخذ واحد نصف كيلو ديال عجينه التمر، طبعا هذه راه كتباع واجده البنات، وغنضيفوا عليها طبعا واحد ربع ديال الزبده السائله. طبعا الزبده اللي ذوبتها كديروا واحد ربع كاس، وكديروا طبعا واحد نصف كاس ايضا ديال ماء الزهر اي نوعيه طبعا متوفره عندكم، وكتضيفوا القرفه. ضروري البنات ديروا القرفه، كتعطي واحد النكهه رائعه طبعا لعجينه التمر. وكتخلطوا طبعا بهذا الشكل، غتبداو تعجنوا هذيك العجوه ديالكم او هذاك عفوا عجينه التمر على هذا الشكل حتى تحصلوا عليها بهذا القوام. وهنا البنات غنبداو في تشكيل المقروط ديالنا اللي غنديروه بواحد الطريقه اللي سهله جدا ورائعه. كتاخذوا واحد القطعه ديال العجين ديالكم طبعا وكتسرحوه بشكل طولي على هذا الشكل، وغتبداو تقطعوه الى قطع متساويه باي قطعه هكا كما كتشوفوا البنات، باش يجيكم طبعا نفس الكميه ديال القطع. وطبعا كديروها فوق واحد الشبكه اللي تكون متوفره. انا هنا عندي هاد الشبكه ديال لافريتوز البنات، درت عليها العجين على هذا الشكل ودرت في وسط منها طبعا عجينه التمر. طريقه كما كتشوفوا راها سهله جدا. كاين جوج طرق البنات، هذه هي الطريقه الاولى، وبالنسبه للطريقه الثانيه فكتسرحوها فوق لو بلون دو طرافاي ولا فوق البوطاجي ديالكم، وكديروا عجينه التمر على هذا الشكل طبعا واحد الكميه عجينه التمر بهذا الشكل البنات، وكتغلقوا على العجينه ديالكم. طبعا كتلموا العجين طبعا على عجينه التمر بهذا الشكل هكا البنات، طبعا كتغلقوا عليها بشكل جيد. وبعد ذلك كتاخذوها وكتبركوا فوق هذيك الشبكه ديالكم، فوق الشبكه طبعا تاع لافريتوز ولا اي شبكه متوفره عندكم، وكيعطيكم واحد الديكور على هذا الشكل. كما شفتوا البنات راه ديكور سهل جدا وبسيط، وخاصه المبتدئات طبعا غادي هذه الطريقه غتساعدكم جدا، وغتبقاو تعتمدوا هذه الطريقه المقروط دائما لانها فعلا طريقه سهله جدا، وفي نفس الوقت كتعطيكم واحد الديكور اللي رائع جدا. وطبعا البنات بالنسبه للاشكال فانتم كتقدروا ديروا الشكل دائري ولا شكل اوفال كما كتشوفوا موضح في الفيديو، راه كلتا الشكلين كيجيو رائعين جدا.
هذه هي الطريقه البنات ديال تحضير هذا المقروط، راها طريقه سهله جدا وكنتمنى فعلا انكم تجربوها. هنا البنات غادي نواصل طبعا تشكيل جميع قطاع المقروط على هذا الشكل. طبعا البنات هذه كانت كفكره بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الطوابع باش يزينوا المقروط او كيجيهم طبعا طريقه صعيبه ولا، فهذه الطريقه راها سهله جدا وكتعطي واحد الجماليه وواحد الديكور جميل جدا للمقروط ديالكم. وحتى المذاق البنات صدقوني كيجي بنين بزاف، هشيش طبعا فتي وكيجي معسل وكيجي من ألذ ما يكون. طبعا البنات راه جربته عدة مرات، راه كيجي رائع هاد المقروط 100% يعني مضمون وكيجي ناجح من اول مره. وبعد ذلك البنات ملي غتشكلوا جميع قطع المقروط ديالكم كما شفتوا درت شكل دائري وشكل طبعا اوفال، غديروه طبعا في الفرن ديالكم اللي غتكونوا سخنتوه مسبقا بدرجه حراره 180 ولا 190 درجه، وغتخليوه طبعا يطيب معكم. وطبعا غديروه في الفرن كما قلت لكم وتخليوه يطيب على درجه حراره 180 الى 190 درجه واحد المده ديال 25 دقيقه ولا 30 دقيقه حتى يتحمر معكم، ياخذ اللون الذهبي المحمر كما كتشوفوا. وبعد ذلك البنات طبعا غادي تعسلوه شويه ديال العسل مع ماء الزهر. طبعا العسل اللي تكونوا خففتوه بماء الزهر طبعا ديروه مباشره وهو كيكون سخون باش يتشرب لكم هذاك العسل، او لا اذا برد لكم المقروط فانتوما كتسخنوا العسل كديروا فيه ماء الزهر وكتعسلوه باش كيتشرب طبعا المقروط ديالكم. هذيك العسيله ديالكم راه كيجي رائع جدا جدا البنات، والاهم من هذا الشيء كيجي هشيش وبنين بزاف. واعتمدوا هذه الوصفه لانها اكيد غتعجبكم وغتنال الاستحسان ديالكم. طبعا وصلنا لنهايه الفيديو. اذا كانت اول مره كتشاهدوا فيها قناتي كنقول لكم مرحبا بكم، اشتركوا في قناتي وتابعوني على مواقع التواصل مطبخ عليا. ودمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر، قادر على ما لا يقدر. لما تصير